من كام يوم عملت فيديو عن البرمجة ونزلته هنا في القناة، ومن وقتها قابلت هجوم كبير جدا من المبرمجين او الناس اللي هي حابة مجال البرمجة، ويمكن ده علشان انا ركزت اكتر في الموضوع على الجوانب السلبية في البرمجة، مع العلم ان ده كان هدف الفيديو من البداية. فكرة ان كل الناس بتطلع تتكلم عن الجوانب الايجابية للبرمجة، قد ايه البرمجة دي هتفيدك، قد ايه البرمجة دي ممكن تفيد اولادك، قد ايه البرمجة دي بتحقق دخل كويس جدا. طبعا انا مش بنفي الكلام ده كله بالفعل يعني موجود. البرمجة مجال كويس جدا، مجال علمي ليه مستقبل كبير جدا، ولكن كل الكلام الجميل ده تسبب ان يبقى في بروباجندا كبيره جدا على البرمجه، والناس تبدا ما تشوفش الجوانب، مش هنقول الجوانب السلبيه ولكن الصعوبات اللي ممكن تواجهها في ان هي تتعلم حاجه زي البرمجه. فانا عملت فيديو بتكلم فيه عن الصعوبات اللي ممكن تواجه اي حد فينا في ان هو يتعلم برمجه، ولكن الفيديو ده ما عجبش المبرمجين او الناس اللي هي مهتمه بمجال البرمجه. وانا مش بعمل الفيديو ده ارضاء لاي حد، ولكن انا كنت اخطات بالفعل في نقطه معينه من الفيديو وما وضحتهاش كويس، وبرده في بعض النقاط التانيه اللي ما كانتش واضحه قوي وانا بتكلم فيها، ويمكن ده اللي تسبب في ان الناس تهاجمني في التعليقات. وبرضو علشان ما حدش او علشان انا ما اكونش سبب في ان حد او شخص معين ما يتعلمش برمجه بسبب الفيديو اللي هو ال3 دقايق اللي انا عملته ده. بس يعني ما علينا، يلا بينا نبدا على طول في موضوع فيديو النهارده. النقطة الأولى اللي أنا اتكلمت عليها في الفيديو وهي إن قد إيه البرمجة دي حاجة صعبة ومملة. سيبك من نقطة الصعوبة، نقول إن أي حاجة صعبة مع الإصرار ومع العزيمة ومع توفيق ربنا طبعا بتكون مفيش أي حاجة صعبة، ولكن الملل. البرمجة فعلا حاجة مملة جدا. أنت بقى شخص مش بتحس بالملل ده أثناء تعليم الحاجة دي تعتبر ميزة عندك، ولكن هي البرمجة فعلا حاجة مملة في تعليمها وبتاخد وقت كبير وبتحتاج صبر أكتر. ويمكن في بعض الناس في التعليقات على الفيديو الأول اللي أنا نزلته كان بيتكلم إن هو بيقول إن قعد 7 شهور يتعلم برمجه واكتشف ان هو بيتعلم في الاساسيات بس. شخص ضيع من عمره 7 شهور في ان هو بيتعلم حاجه، وفي النهايه اكتشف ان الحاجه دي مش مناسباه. لو كان عرف من البدايه ان الحاجه دي بتاخد وقت كبير جدا في تعليمها، الحاجه دي ممكن تكون ممله شويه، كان ممكن يكتشف ان الحاجه دي ما تناسبش شخصيته او ما تناسبهوش هو في ان هو يتعلمها، وما كانش يضيع من وقته او من عمره ال7 شهور اللي هو قاعد يتعلم فيهم برمجه. وبرده كان الهدف من النقطه دي حاجه ثانيه، وهي فكره ان بعض الناس كانت بتتجه للبرمجه علشان حاجه تتعلمها وتقدر ان هي تحقق من خلالها دخل معين، ولكن الناس دي ما كانتش تعرف ان قد ايه البرمجه دي بتقعد وقت كبير جدا في ان انت تتعلمها. وبالعكس انت ممكن ما تاخدش منها فلوس، لا انت ممكن تقعد طول الوقت ده كمان تصرف فلوس على الكورسات او على يعني المراكز التعليم اللي انت بتتعلم منها. فطبعا توضيح النقطه دي كان مهم جدا، فكره ان البرمجه بتاخد وقت كبير جدا في تعليمها. وطبعا يعني انا عارف ان في ناس كتير اللي هي بتتعلم برمجه دلوقتي مش متقبله الفكره دي، اللي هو انا مستمتع بتعليمي للحاجه. يا سيدي استمتع مفيش مشكله، بس الشخص اللي هو لسه بيحاول او لسه عاوز يتعلم الحاجه دي واجب او مهم ان هو يعرف ان الحاجه دي هتاخد وقت قد ايه في تعليمها، مش اللي هو انا هدخل على الحاجه دي عشان خاطر انا شفت ميزه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. طب الجانب السلبي، او مش سيبك من السلبي، بلاش كلمه سلبي، الصعوبات اللي انا هواجهها ايه؟ ما انا مهم برضو اعرف الحاجه دي هتاخد وقت مني قد ايه، هتاخد مجهود مني قد ايه. المتطلبات الشخصيه مثلا هي حاجه ممله، انا شخص ما بحبش الملل، انا شخص بحب ان انا اتعلم الحاجه بسرعه، انا شخص مش بحب اضيع وقت كتير جدا في الحاجه اللي انا بتعلمها. ممكن الحاجه دي ما تناسبنيش، فليه انا ما اعرفش الحاجه دي؟ انت ليه يعني عاوز الناس كلها تكون بنفس شخصيتك؟ انت شخص خلاص انت حابب ان انت تتعلم الحاجه دي، حابب ان الحاجه دي تاخد وقت كبير جدا في تعليمها معاك، او ان انت مستمتع وانت بتعمل كده. مش مستمتع، انت مصبر نفسك باي حاجه تانية. ايه المشكله في ان الشخص التاني اللي هو لسه مضيع 7 شهور اللي احنا قلنا عليه في التعليقات في ان هو اتعلم حاجه وفي النهايه خالص اكتشف ان هو الحاجه دي مش مناسباه؟ ايه المشكله ان الشخص ده يعرف من البدايه ان الحاجه دي مش مناسباه، وبالتالي ما كانش هيضيع كل الوقت ده؟ النقطه الثانيه واللي ما كانتش واضحه لناس كتير، او انا يمكن ما كنتش موفق في ان انا اوضحها كويس في الفيديو اللي فات، وهي فكره الاي اي او الذكاء الاصطناعي وتاثيره على البرمجه. خلينا متفقين ان انا ما كانش قصدي نهائي ان الاي اي ممكن يستبدل المبرمجين او البرمجه في يوم من الايام، ولكن الموضوع باختصار ان الاي اي اتسبب بطريقه غير مباشره في تقليل ولو بنسبه بسيطه احتياج المبرمجين او مهندسين البرمجه. نفترض مثلا ان انت عاوز تنشئ موقع على الويب سايت وقدامك اختيارين. الاختيار الاول مثلا متمثل في ان انت تدخل اي موقع فريلانسر وتدور على مهندس برمجه يصمم لك الموقع، وطبعا كلنا عارفين ان المهندس ده هياخد مبلغ مش قليل، وفي نفس الوقت برضه هياخد مده مش قليله. الاختيار الثاني هو انك تصمم الموقع ده من خلال الاي اي او من خلال المواقع اللي موجوده على الانترنت، واللي بتكون عباره عن تمبلت جاهزه بتديها مجموعه صور معينه وبتديها بعض البيانات وبتنشئ لك الموقع، وفي الغالب مش بتاخد وقت كبير جدا في انشاء الموقع، ممكن ربع ساعه او من ربع ساعه لنص ساعه، وفي نفس الوقت بتكون فري، وممكن لو هتاخد منك فلوس هتبقى فلوس قليله جدا مقارنه بمهندس البرمجه. طبعا هتختار الحاجه اللي مش هتصرف معاك فلوس كتير
وفي نفس الوقت هتقدر تحصل عليها في وقت قليل. نقطة تانية وهي ان طلب الشركات على المبرمجين قل شوية بسبب الاي اي. بص انا متفق معاك ان الاحتياج للبرمجة هيفضل ضروري جدا سواء كان للشركات او غيره، ولكن معظم الشركات دلوقتي بتتجه للتوفير، وظهور الاي اي وعمله زي ما قلنا لبعض الاكواد ده سهل كتير على المبرمجين. فممكن مثلا الحاجه اللي هيشتغلها 3 أو 4 مهندسين برمجه لا يشتغلها مهندس واحد ويعتمد على الاي اي، وفي نفس الوقت الشركه توفر المبلغ اللي هتدفعه لباقي الناس. وده اللي كان مقصود بنقطه الذكاء الاصطناعي او الاي اي وتاثيره على البرمجه. وطبعا قبل ما ننهي الفيديو، البرمجه علم كبير جدا، من اكتر الحاجات او من اكتر المجالات اللي ليها مستقبل على المدى البعيد، وفي نفس الوقت من اكتر الحاجات اللي ممكن تعمل دخل في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. علشان بس الناس اللي بتقول ان انت بتتكلم بس على الجوانب السلبيه او بتتكلم على الحاجه الوحشه، جماعه مش لازم تبص لها ان هي جانب سلبي، ولكن ممكن زي ما قلنا في بدايه الفيديو ان هي تكون انت بالنسبه لك حاجه سهله وطبيعيه جدا، لكن ممكن تكون لبعض الناس التانية هي عباره عن صعوبات او حاجات ممكن تخليهم ما ياخدوش قرار في ان هم يتعلموا حاجه معينه. ويمكن احنا من خلال الفيديو ده وضحنا ان هي مش حاجه تقفلك او مش حاجه تمنعك من ان انت تتعلم برمجه، على قد ما هي توضيح ان الحاجه دي ممكن تتعلمها في وقت قد ايه. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.